يبدو أن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول قد أصبح في محل شك، بعد ما قالت تقارير صحفية بأن النادي الإنجليزي معروض للبيع في الوقت الحالي، ومن الممكن بأن تتم صفقة بيع النادي بشكل نهائي في غضون الأيام القليلة القادمة، وهو ما يجعل مستقبل بعض اللاعبين في محل شك، وخاصة في حال ما إذا كان المالك الجديد يرغب في تخفيض سقف وفاتورة الرواتب في النادي. أكدت مصادر صحفية في إنجلترا بأن محمد صلاح قد تلقى عدة عروض في الأيام الماضية من أندية خارج بريطانيا، وأغلبها يرغب في استغلال وضع إدارة ليفربول الحالي ومحاولة الحصول على مقابل مادي كبير من وراء بيع محمد صلاح، وخاصة ليكون تلك الأندية مستعدة لتقديم نحو من 80 ل 85 مليون يورو من أجل التوقيع مع الملك المصري. وبحسب بعض الصحف الإنجليزية فإن محمد صلاح مطلوب من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك من نادي ريال مدريد، ويرغب الأول في استغلال اسم الدولي المصري في زيادة شعبية النادي بشكل كبير في الوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإدارة النادي الباريسي، في حين يريد ريال مدريد تدعيم صفوفه بنجم جديد قادر على تقديم الإضافة للنادي بعدما تأكد رحيل الدولي البلجيكي أيدين هازارد عن النادي بعد نهاية هذا الموسم. والبعض يتساءل ما هو موقف محمد صلاح من خوض تجربة جديدة في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة. حتى هذه اللحظة لم يخرج أي مصدر رسمي مقرب من صلاح ليكشف عن رأيه الأخير في حدوث مثل هذه الصفقة، ولكن صلاح بنفسه قد اعترف في واحدة من اللقاءات الإعلامية عندما كان لاعبا في صفوف نادي بازال السويسري بأنه يحلم باللعب في قطبي كرة القدم الأسبانية سواء ريال مدريد أو برشلونة.